صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة، اللهم امين يا رب العالمين. فيديو النهارده جميل جدا وممتع، اهم حاجة تكملوا بس معايا الفيديو الاخر وتدعموني باللايك وبالاشتراك بالقناة. بصوا بقى كده وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. احنا بقى طبعا زهقنا من الفراخ ومن اللحمة ومن السمك ومن كل حاجة، اللحوم كلها بقى والمحاشي كلها والفراخ بجميع انواعها، احنا زهقنا منها الصراحة خالص خالص خالص. عشان بقى نغير بقى في الاكل وخلاص، يعني الواحد لما بيكتر في الحاجة او الحاجة اصلا بتكتر، يعني الحاجة لما بتزيد عن حدها ما بتبقاش كويسة. فيعني ايه، قلنا كده نغير في الاكل وننوع في الاكل، ومن زمان طبعا ما اكلناش الاكلة دي. فقلنا طبعا ايه، هنجيب القراميط زي ما انتم شايفين. وغير كده كمان عايزة اقول لكم ان ماما كانت حلمانة ان هي اصلا كانت جايبة قراميط. فجيت بقى افسر الحلم وكده فطلع حلم حلو. فتاني يوم على طول لقيتها جايبة القراميط دي. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي طبعا كانت بتنضفهم كده زي ما انتم شايفين، هما كانوا لسه صاحيين بقى. فطبعا انا بخاف منهم وبخاف حتى من الفراخ وهي لسه صاحيه، وبخاف من السمك كمان وهو لسه صاحي وكل حاجه يعني. فانا يا دوبك بس ايه كنت بصورها بس كده من بعيد لبعيد. إيه، فطبعا بقى هو كان لسه صاحي بقى طبعا، وكان بقى بتقصله بقى الشنبات وبقى وبتقصله بقى الريش بتاعه ده اللي هو يعني الحاجات بقى اللي بتتقص يعني وكده. انا بصراحه ولا عمري مسكته ولا همسكه يعني. بس بقى هو كان لسه صاحي خالص يعني. فهي طبعا بقى كده تبدأ ان هي طبعا بعد ما بتنضفه وتشيل بقى كل اللي حواليه ده كله، آم، بتقسمه طبعا وبتخرطه كده خرايط كده طرنشات. دوت الكبير. التاني بقى اللي هي كانت عاملاه اللي هو الصغير. هي طبعا كانت ماسكاه وكانت بتدبح فيه وكانت بتنضف فيه وهو لسه حي. ولو كنا حطينا مثلا عليه شوية مية كمان وسبناه في حاجة، كان هيفضل حل كان هيفضل حي لحد دلوقتي. يعني لو حطينا عليه ميه بيفضل في الروح يعني وكده. بس طبعا بقى علشان ما يزفرش الدنيا وما كانش بيقعد ساكت، يعني كان كل شويه ايه يروح في مكان وكده وانا بخاف منهم. فقلت لها بقى ايه هننضفه وهنقعه بقى كده في ميه، وتاني يوم بقى على طول هنطبخه. انا اللي طبخت ادام انا اللي طبخت خلاص، انا هطبخ كل حاجه وانت نضفي، لان طبعا انا بخاف، انا من الحاجات دي بخاف منها. ف هي طبعا كانت بتنضف هنا، وزي ما انتم شايفين بقى هو كان لسه صاحي اصلا. وهتنضف بقى وتشيل بقى اللي حواليه ده كله بقى وشنباته بقى والحاجات دي كلها، كل دوت بالمقص. وبعد كده بترجع ان هي تقصه تقطعه كده طرنشات. وهتشوفوها دلوقتي. يعني انا ولا عمري في حياتي ما عملت القراميط دي خالص، ولا عمري ان انا قطعتها كده ولا اي حاجه. انا ممكن اطبخها وهطبخها معاكم برضو في الفيديو دوت. بس ما جاليش القلب ان انا امسكها واقطعها واذبحها وكل الحاجات دي. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه، اللي لسه محطش اللايك يحط اللايك. هنا طبعا بقى هي كانت جايبه اتنين، واحد كبير وواحد صغير. يعني اللي هي بتعمل فيه دوت حاليا الكبير خالص، واللي هي عملته اللي هو الصغير بقى. طبعا بقى هي تذبحه كده بقى زي ما انتم شايفين، وهنيجي هنا هتغسله بقى وقطعته كده طرنشات، وهنقعه بقى في ميه فيها ليمون وفيها ملح وفيها خل علشان برضو زفارة وكده زي السمك بالظبط. طبعا دي بقى الراس بتاعته بتتحشي، يعني يا اما بتتحشي بصل يا اما بتعملي لها كده قرنين فلفل مع فصين توم، وبتتحشي برضو عشان يبقى ليها ايه طعم كده، ما تبقاش دلع. فانا طبعا بقى هعمله معاكم. هنا طبعا هي كانت ايه قالت لي انا خرطهولك وهظبطهولك وهنقعه في الميه، بعمل له محلول ميه والدنيا تمام. وانتي يا دوبك بس هتطلعيه من الفريزر وهتطبخيه. يعني إيه علشان ايه، انا لو كانت سابوتي كده انا ممكن اصلا ما كنتش طبخته طبخته خالص. فطبعا بقى هنا كانت بقى بتحطله الميه بقى وتعمل له محلول النقع علشان ايه الزفاره والكلام ده كله. جيت انا هنا بقى آم، خرطت بصلايه كده زي ما انتم شايفين. هخرطها بقى ايه مكعبات صغيره، وهحمرها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو دوت. وهحمر كمان القرنبيط ايه، وهحمر كمان السمك اللي معانا يعني. وهحط له برضو دقيق وكل الحاجات دي برضو انا هعمله معاكم. انا عملته قبل كده يجي مرتين تلاتة. بس طبعا ما كنتش بصوره بقى، لان انا اصلا يعني السمك يعني اما بوري يا اما شبار يا اما اللي هو السردينة.
لكن بقى بتاع الحاجات ديّة لأ، ما ليش فيها أوي يعني فاهمين؟ يعني الواحد بيخاف منها أصلًا يعني فكّر إنها لسه حيّة. وطبعًا هنا بقى عملت كده البصلاية ديّة وهاحمّرها، بس قُلت إيه أول حاجة هاجيب كده شوية دقيق دول حوالي ييجي 3، 4 معالق دقيق من الكبار، وحطيت عليهم بقى فلفل أسمر وكمون وملح، المهم إن أنا بهرت الدقيق، وغسلت السمك برضه تاني بمَيّة نضيفة وما فيش فيها أي إضافات خالص، وهابدأ بقى إن أنا أحطه في الدقيق زي ما أنتم شايفين، وأكون مولعة على الزيت، بحيث إن أنا أنزّل على طول في الزيت. وهانشّف عليه في الزيت بحيث برضه إن يعني إيه، يبقى فصّه ناشف وكمان ميبقاش فيه دَم بقى ولا أي حاجة خالص، يعني يبقى كل شغلنا كده يبقى نضيف. فطبعًا هنا كنت حاطة الزيت بيتقدح وهانزل بقى على طول هو مش عارفة هو معلّق معايا قرنبيط ليه، وأنزل بقى على طول بالسمك اللي معايا. هنا طبعًا بقى أشيل الترانشات دي بقى طبعًا هنا كانت اتحمّرت بقى وبقت معايا تمام التمام، وزي ما أنتم شايفين أنا يعني إيه محبيتش إن أنا يعني أطلّعها من التحمير وهي لسه متحمّرتش كويس وأخدت اللون الحلو، أنا قُلت هاسيبها لحد ما تنشف خالص، بحيث إن هي أصلًا لسه هتتحط في التقلية وكده، فلسه يعني اللون دوّة مش هيبقى نفس اللون فاهمين؟ فأنا طبعًا حبيت إن أنا أنشِف عليها علشان ميبقاش فيها أي حاجة وفصّها يبقى حلو وتبقى تمام التمام. جيت بقى هنا كان لسه في بقى حتتين اللي هُم الراس يعني وكده هاحطّهم برضه يتحمّروا وهاعمل لها بقى التسبيكة بتاعتها. التسبيكة طبعًا عبارة عن البصلاية اللي أنا عملتها ديّة مع شفشق كده من الطماطم، أنا طبعًا كنت لسه باعمل البصلاية كنت لسه باحمّر فيها زي ما أنتم شايفين، أنا عايزة اللون دوّة، أنا يعني إيه ولا يبقى كده ولا يبقى كده، اللون ده حلو أوي وكفاية عليه. فهانزل بقى هنا طبعًا بقى بالطماطم شفشق برضه طماطم كويس أوي برضه ما تكتريش علشان ولا يبقى التقلية بتاعتها كتير ولا تبقى قليلة يعني خليكي في الوسط كده خير الأمور الوسط. وهاسيبها بقى تتسبك وطبعا بعد ما تتسبك هنزل بقى بالبهارات بتاعتي فلفل أسمر وكمون وملح، وأهم حاجة طبعا قرنين الفلفل والفصين التوم يتدقوا ويتحطوا برضه في التسبيكة. هنا طبعًا بقى كان خلاص خلّصت بقى ودخّلتها الفرن وأخدت وِش وبقت معايا تمام التمام، ما أقولكمش بقى على الريحة بتاعتها وعلى طعمها وعلى جمالها الصراحة. كان في الوقت دوّة كانوا عمالين يقولوا بقى في التلفزيون نتمنى لكم صومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا، بيفضلوا يقولوا كده ييجي بالساعة الواحد بيبقى خلاص بقى أدام قالوا كده فباروح أغرف على طول. في الوقت ده بقى كانوا عمالين بقى بيذيعوا بقى نتمنى لكم صومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا، وأنا قُلت خلاص بقى خلاص يعني أول ما هيخلصوا الأذان هيأذن، لأ ده قعد بقى شوية بقى في شوية إعلانات لحد أمّا الأكل برد أصلًا. فهنا طبعًا بقى كنت باغرف وعملت كمان الرز جنبه رز أبيض وحتة حدقة ورضا والحمد لله. وبصراحة كانت حلوة وكان طعمها حلو وكان ليها طعم كده الفصين التوم اللي انا حطيتهم مع القرنين الفلفل خلى ليها طعم حلو وريحتها كانت جميلة، والتسبيكة برضو بتاعتها كانت حلوة ولا كتير ولا قليلة وفي يعني حلوة. هغرف بقى هنا وهغرف كمان الرز وهظبط الدنيا كده وكده تمام الحمد لله. كنت برضو عاملة العصير وكنت حاطاه برضو في التلاجة، يعني انا كنت شغالة قبل المغرب يجي بحوالي ساعة ونص، خلصت الاكل ده كله في ساعة ونص. انا يعتبر اصلا قفلت على السمك من هنا وقلت خلاص بقى يعني هقعد بقى، لقيت بقى بيقولوا صوم يتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. هغرب بقى هنا كمان الرز ويكون كده بقى الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا حطيتولي اللايك واشتركتوا في القناة ويكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه لو طلعتوا منه معلومة واحدة، واتمنى كده تستنوني في فيديو بكرة ان شاء الله جميل جدا جدا. وقولولي في التعليقات كمان انتوا عايزين ان شاء الله الفيديوهات الجاية هتبقى عبارة عن ايه، يعني هيبقى محتواها ازاي، يعني روتين طبخ كل الكلام دوت. وانا ان شاء الله بإذن الله لو ربنا كتب لنا عمر جديد والكلام ده كله ان شاء الله هنزل لكم زي ما انتوا عايزين.
أنا طبعًا بقى كنت خلاص خلّصت الأكل، أتمنى النهارده بقى كده الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم اوعوا تبخلوا عليَّ باللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصل لكم كل جديد بانزّله، هانزّله إن شاء الله، والسلام عليكم.